صور الجماعه دول عشان تشوف بس. نقابه المعلمين المصريين بالشرقيه نقابه عماليه حره، جينا نتضامن مع الدكتور ياسر الرفاعي. استاذ صارف الدكتور ياسر الرفاعي، الدكتور ياسر جينا نتضامن معاه ونشوف طلباته ليه وهو معتصم ليه. الدكتور ياسر الرفاعي من ائتلاف شباب الثوره الشرقيه، هو معتصم جوه. عايزين نشوفه ونعرف ايه، محبوس معتصم يتحبس؟ يعني لو عايز يجيب اكل دلوقتي المحافظ قافل عليه، المحافظ اللي الموظف اللي جوه ولا العامل اللي جوه ولا رئيس الامن اللي جوه، هو المحافظ بالنسبه لي. ما احنا نشوفه وعايزين نشوف طلباته. خلاص اختطف. فساد اللي مالي البلد، وعشان النظافه واكثر من شركه محمول عرضت ملايين للنظافه والمحافظ رافض، وما عنديش فساد في المحافظه. احنا كلجنه اصلاح وكشف عن فساد بالشرقيه بنتحارب من النقابه ومن المحافظه من كل الجهات عشان ما نحاربش الفساد ونقول ان مفيش فساد. الفساد في ايدينا، واللي عايز يعرف الفساد يجي لنا واحنا نوريه له وبالمستندات. وده كلام مش توفيق عكاش، كلام طارق ضوء. فساد كبير ده موضوع. احنا في النيابه من الصبح وشويه حراميه جايين تبرعات باكتر من كل شركه موبينيل وفودافون واتصالات ب 20,000 جنيه يوميا. الموظفين رافضين وعايزين ياخدوا رشاوي فقط لا غير. دلوقتي في الاثار جايبه ملف فساد كامل. عندنا كمان في فساد النظافه، ورغم كده شركه النظافه خلص عقدها 31/8، لكن حي اول لسه لغايه دلوقتي شغالين. لما مدير المصنع طلع لنا ورق هو راح شايل مدير المصنع. الموضوع دلوقتي كبر اصلا جدا. في الاراضي المفروض سحب القطع ما اتسحبتش ولا قطعه منها. كمان موجود تخصيص ارض الفلوجه وارض الاشاره للجامعه، ودي ملك اولاد محافظه الشرقيه ومدينه زقازيق بالاخص، وبرده لغايه دلوقتي ما عملش اي حاجه. كل حاجه يقول لك انا عايز الورق وعايز الورق وعايز الورق، وحاجه بطيئه جدا، واحنا مش عارفين نشتغل هنا. لكن احنا مستمرين في اعتصامنا لما لا نهايه، وهنضرب على الطعام وهنزود اعتصاماتنا. وكل القوى كل الناس عارفه، الدكتور بلتاجي عارف، الدكتور عبد المنعم مفتوح عارف، كل الكادر في البلد احنا بنحملهم مسؤوليه التهاون مع المحافظ دوت والاداري مع المحافظ ده. احنا وقفنا ضد الدكتور عزازي لما كان فاسد، وهنقف ضد الدكتور مستشار حسن النجار لانه اداري بطيء جدا ولا يصلح ان هو يدير محافظه الشرقيه. ممكن يدير نادي القضاه، ممكن يكون محامي جيد او جيد جدا، راجل سائر لكن المحافظه عايزه اداره جيده جدا، عايزه ناس. دي اغنى محافظه في محافظات الجمهوريه. محافظه الشرقيه كان سيدنا يوسف يحكم فيها وكان يملك كنوز الارض دوت اللي اتقال في القرآن الكريم. واحنا عايزين بنطبق العداله الاجتماعيه، عايزين حق المعلمين، عايزين حق كل الناس، مش وعود وكلمات في التلفزيون. احنا معتصمين لما لا نهايه لغايه حقوق المواطن الشرقاوي والمواطن المصري على العموم. وشكرا. هو احنا بص احنا كلنا خلاص، وانت عارف كلنا متضامنين معاك لان انت قدمت الملف وانا كان قدامي للاسف رد الفعل.